السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اولا الاقتراح اليوم اللي غادي نشارك معكم كما كتشاهدوا في الصورة غادي يكون كوكيز محبوب الاطفال. مقادير جد بسيطة، غادي نحضروه بدون زبدة، كيجي تماما بحال اللي كيتباع في المحلات. كنتمنى الفيديو والاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، وندوزو نشوفوا الطريقة والمقادير. وقبل ما نشوفوا المقادير غادي ناخذ هنايا 100 حتى 150 غرام ديال الشوكولات اسود. انا هنا استعملت ماكاو، فهو الصراحه كيجي احسن من كالا، وحتى الثمن ديالو في المتناول. غادي نقطعوا طريفات صغارين على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا في الصوره. كما قلت لكم 100 حتى 150 غرام ديال الشوكولات اسود على حسب النوعيه اللي كتفضلوا نتوما. انا استعملت هذا، يعني كيعطي نتيجه مزيانه ومناسب في الثمن ديالو. كنقطعوا على هذا الشكل هذا، يعني القطعه ما كتكونش صغيره بزاف وفي نفس الوقت ما كتكونش كبيره بزاف، يعني الفيديو كيشرح. هنايا القطع اللي كانت صغيره بزاف، يعني ديك القطع اللي كانت صغيره بزاف انا غادي نستعملها في قلب العجين. اما القطع اللي شويه الحجم ديالها كبير فغادي نخليها باش غادي نزين بها الوجه. عندي واحد الكميه صغيره، يعني شويه ديال الكركاع، يعني اختياري، اللي عندكم استعملوا ما عندكمش استغناو عليه. عندي 2 خمارات اوفاني وقبيصه د الملحه وكاس د الزيت وكاس ناقص ديال السكر سنيده. الدقيق حسب الخليط، كنستعملوا الدقيق يكون نوعيه جيده. اول حاجه غادي نخلط 2 بيضات مع الكاس ديال السنيده وقبيصه ديال الملحه. وانا دائما كنخلي لكم كما كنقول لكم دائما المقادير غادي تجبروها مكتوبه بالتفاصيل في صندوق الوصف. هنا كنزيد كيس ديال الفاني، كنخلط مزيان باش كتذوب لي السنيده مع البيض. هاد الكوكيز يعني جد اقتصادي، ولو ما توفرش على الزبده في البيت ديالك فيمكن لك تحضروا وتفرح به الاطفال ديالك، يعني وكيعطي كميه لا باس بها. هاد المقادير اللي عطيتكم يعني غادي تخرج لكم كميه لا باس بها. من بعد ما دابت السنيده مع البيض كنزيد كاس ديال الزيت شويه بشويه، وانا كنخلط غير بالضرب اليدوي كما كتشاهدوا في الصوره. مقادير وطريقة جد سهلة، يعني نحضروه بنفسنا لوليداتنا في الدار بلا ما نشريوه، يعني جاهز. فكما كتعرفوا المنتوجات الجاهزة فبالضرورة كتحتوي على واحد النسبة ديال المواد الحافظة، فعلاش ما نحضروا شي بحال هاد الوصفات السهلة في البيوت ديالنا ونتجنبوا نعطي وليداتنا يعني المواد الحافظة. هنايا من بعد ما خلطت الكميه ديال الزيت كامله غادي نضيف هاد شويه، يعني تقريبا 50 حتى 60 غرام ديال الكركاع مقطع صغير. هو اختياري، الا ما توفرش ما حتىش تستعملوه. كنضيف هنايا 2 خمارات من فئه 100 غرام، يعني المجموع 16 غرام. غادي نخلط وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. الدقيق يكون خاص بالحلويات، ولو تشريوه بالعبر فدائما اختاروا النوع اللي كيكون رطب خاص بالحلويات، فكيعطي نتيجه احسن في جميع الانواع الحلويات. كنخلطو كما قلت لكم وكنضيفوا الدقيق غير شويه في المره، ما كنضيفوهش على دفعه واحده. القوام ديال العجين كخصو يكون رطب شويه كما يعني الحال في جميع تقريبا في جميع الحلويات، يعني العجين خصو يكون رطب نوعا ما باش كتعطينا نتيجه مزيانه وكتجي الحلوى هشيشه ما كتجيناش يعني قاصحه. فالعجينه اللي كتكون متكونه فقط غير من الزيت كتكون كتلصق شويه. فاحنا كنعرفوا يعني القوام د العجينه ديالنا باليد الاخرى اللي ما كنستعملوهاش في العجين. هنا كنضيف حبيبات الشوكولا او لا قطع الشوكولا، حنا ما استعملناش هنايا حبيبات الشوكولا بما ان يعني الوصفه اقتصاديه. فمن بعد ما قطعت الشوكولات اللي عندي كامل، فالقطعه اللي كانت شويه كبيره خليتها باش نزين بها الوجه، والقطع اللي صغيره هي اللي ضفتها للعجين. فكنضيفوا القطع ديال الشوكولات اخر ساعه، يعني كنكونوا تقريبا ضفنا جميع المكونات، عاد كنضيفوا قطعه الشوكولات. هنايا كنشوفوا القوام ديال العجين كما قلت لكم كيكون شويه رطب.
من بعد ما حصلت على القوام ديال العجين اللي بغيت انا، كما قلت لكم العجينه تكون رطبه شويه، كنبدا نشكل كوكيز كما كتشوفوا على هذا الشكل. يعني كنحاول نعطي هذيك الشكل العشوائي، يعني تماما باش كيجي تماما بحال اللي كيتباع في المحلات. وكنزين الوجه هكذا بقطع ديال الشوكولات كما كتشوفوا في الصوره. يعني كنحاولوا نحضروهم في نفس الحجم، يعني ما كنستعملوا لا ميزان لا والو، فقط غير بعينك ميزاني كما كيقولوا. يعني كنعطيوه شكل عشوائي باش كيجي تماما بحال الكوكيز اللي كيتباع جاهز. وكنزينو هنايا تقريبا 3 ديال القطع ديال الشوكولات اللي مقطعين يعني بعشوائيه. يعني ماشي ضروري تستعملوا الحبيبات الشوكولا الجاهزه اللي كتباع، فقط الا كان عندكم متوفر الشوكولات في الدار فكتستعملوه، وكيجي تماما بحال اللي كيتباع جاهز. هنايا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله، فانا شعلت الفرن على 180 درجه، غادي نخليه حتى يسخن. ومن بعد غادي نشعل غير من الاسفل طيب الحلوى شويه. ملي نشوفها طابت غادي كنشعلو من فوق كتحمر شويه، كيكون الطياب ديالو على هذا الشكل هذا، كيجي تماما بحال جاهز. يعني الطياب ديالو كما كتشاهدوا كنطيبوه شويه من التحت، ومن بعد كنشعلوا له يتحمر غير شويه من فوق، كيجي معلق ومقرمش وسهل التحضير واقتصادي. كنتمنى الوصفه تعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش دائما اللايك والاشتراك. كنشكركم بزاف على الدعم والتشجيع. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.